احنا متابعين فاكرين الفار الطباخ روتوتوي الاكله الفلاحي الفرنسيه اهو، بس احنا افتكسناها بقى وعملنا كفته، وعملناها ايه زي على تكنيك البرجر كده. وطبعا جبت طماطم وفلفل وهشويه، وطبعا العصير اللي فاض من الكفته هروح ضرباه، وهنعمل احلى روتوتوي واحلى فار طباخ. خلاص كده احنا ايه عملنا، ضربنا الميه البصل مع الفلفل والطماطم اللي احنا عاملينها. مش عايزه اقول لكم يعني الطعم رهيب رهيب. وبنزل كده عشان انا عندي صينيه تانية، فمش هنزل بكل الميه بكل السوائل. نزلت بنص الصوص كده، هنزل طبعا بقى في ما حطوش طبعا في توم مفروم، فدي بقى كده ايه التاتش بتاعنا. ملح وفلفل اسمر، وهحط بقى ايه 7 بهارات او بهارات لحمه. احنا كده كده برضو حاطين بهارات لحمه مع الكفته اللي احنا عاملينها في البرجر. وبعدين اخدها على الفرن كده كده بخضار ايه هينزل ميته، واحلى روتوتوي واحلى فار طباخ. ده كان فيديو النهارده عن روتوتوي الفار الطباخ. طبعا لازم نحط التاتش بتاعنا، يبقى مش احنا حطينا لها الكفته وطبعا البتنجان والطماطم، وشوينا الفلفل وعملنا عصير البصل وحطينا التوابل ولعبنا في المقادير. يلا لو عجبك الفيديو سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولا تنسوا الصلاة على رسول الله. جربوا وصفة الروتوتوي دي بتاعت الفار الطباخ، بجد طلعت تحفة. بس اعملوها بالطريقة اللي انا عملتها لكم، تشووا الفلفل وتشووا الطماطمايه وتضربوها مع مية عصير البصل ومع الكفتة، واحلى روتوتوي واحلى فار طباخ. يلا لا تنسوا الصلاة على رسول الله. السلام عليكم. ده كان فيديو النهارده.